ازاي ادخل كلية هندسة ب50%؟ لو انت طالب في التعليم الصناعي الثانوي الصناعي او احد المعاهد الصناعية، فانت قدامك الفرصة ان انت تدخل كلية هندسة بمجموع اقل من مجموع الثانوي العام. عن طريق ايه؟ ان انت بعد ما بتخلص دراسة ال3 سنوات تكون طالب جايب 70%، او لو انت ما جبتش 70% ودخلت احد المعاهد الفني الصناعي لازم تكون بعدها جايب 50%. يعني انت قدامك اوبشن من اتنين، يا اما درست 3 سنوات ب 70%، يا اما درست 5 سنوات ب 50%. في الوقت ده بتقدر تعمل معادلة. المعادلة دي الوزارة بتسميها مسابقة او منحة للطلاب في التعليم الفني. المسابقة دي من ضمن شروطها ان انت بتكون جايب المجموع ده وبتدرس مجموعة من المواد المتخصصة. بتدرس المواد دي في شهرين، بتدرس كيمياء وفيزياء ورياضة 1 ورياضة 2، هندسة فراغية، لغة انجليزية. الحاجات دي كلها بتدرسها في شهر اغسطس، والامتحان بيكون في سبتمبر. نسب النجاح في المعادلة دي او في المسابقة كبيرة جدا، بتتراوح من 62 ل 80%، فطبعا نسبة حلوة جدا وفرصة حلوة جدا ان انت بدل ما تفضل بدبلوم او معهد انت بتحسن من مستواك جدا وبتبقى مهندس وبتلاقي فرص عمل اكبر بكتير. صعبة او سهلة مش هقدر ادخلها، مفيش حاجة صعبة على حد بيذاكر او حد بيكون مجتهد. ربنا بيحب الشخصيات دي وبيوفقها جدا جدا جدا. قدامك فرصة من اول ما بتدخل اولى او تانية تبدأ تعد نفسك ان انا هدرس المعادلة دي وهذاكر المواد بتاعتها، لان المواد غالبا مش بتتغير لكن بيبقى فيها تعديلات بسيطة في شهر اغسطس وبتحصل عليها علشان تقدر تدخل الامتحان بعد كده في سبتمبر. فرصة حلوة ان انت اللي قدام تكون بتجهز نفسك ان انت تبقى اب لاولادك يتحط في ملف المدرسة بتاعتهم انت بتشتغل ايه. وبالتوفيق. انا ميرنا جرجس، معلم اول علم نفس واجتماع. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي حابين نتكلم فيها او تسالوا عليها، وروحوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب على القناه.